لما تحط اهداف لنفسك في الدنيا وكل يوم تسأل نفسك انت عملت ايه عشان توصل للهدف ده هيخليك تعرف تكمل، ده هيخليك تقدر تصبر على الدنيا والظروف الصعبة اللي انت بتمر بيها. لو ما عملتش كده انت كل يوم هيعدي عليك هتبقى متضايق، كل يوم هيعدي عليك هتبقى شايف انك ما عملتش حاجة عشان هدفك. وتاني ابدأ بالحاجات اللي تخلي الهدف. عارف انت السنو بول افكت كان اسمه، اللي هو كرة التلج. انت بتعمل حاجات تخليك تعمل كرة تلج، تخليك مرة واحدة كده تتزحلق ناحية الهدف بتاعك بالظبط. انك تتزحلق ناحية الهدف بتاعك، الحاجة اللي انت عايز تعملها او عايز تحققها او عايز توصل لها. وبعد اذنك لما تبقى في حاجة انت متضايق منها اقعد فكر كويس جدا، هل فعلا انت الحاجة دي متضايق منها بجد؟ يعني ايه اللي مضايقك؟ zum Beispiel مثلا انا كنت شغال في عياده، العياده دي انا اتعمل لي كوندي جونج يعني اترفدت منها او مش اترفدت، يعني خلاص مشيت منها. قاعد زعلان ومتضايق، زعلان ومتضايق على ايه يعني؟ ما اعرفش، بس انت زعلان ومتضايق وشايف بقى الدنيا ايه، شايف الدنيا سودة بقى فقعدت تفكر للحظه يعني ثانيه واحده، هي العياده كانت بتدي الكواليتي اللي انت كنت عايز تشتغلها؟ لا. طب هتعمل فيها فايتا بيلدونج يعني ما بعد كده؟ لا. طب شهاده خبره، هتديك شهاده خبره قويه مثلا هتفرق معاك في السي في بتاعك؟ لا. طب ايه بقى؟ افهم، رسائل من ربنا، لا امشي سيب المكان ده، المكان ده ما ينفعكش، لازم تتحرك، لازم تبقى بتفكر كده. اه والله ده في طموح عندك، لا ده في بيزنس انت عايز تعمله، حلو. دي كلها رسائل من ربنا انك تتحرك، تمشي من المكان ده، ما تفضلش مكمل فيه، ما تبقاش مقفل دماغك. طب انت متضايق من ايه؟ لما قعدت افكر شويه ان انا عايز احافظ على صوره الاوسلندر اللي هم الاجانب، ايا كان، مصريين سوريين عرب افغانستان ايا كان الجنسيه، ده اللي في بالي. ولكن الشخص اللي انت بتتعامل معاه هو بيفكر بمنطق، ودي حاجه اوكي، دي حاجه احنا، دي كانت سبب المشكله، هو ده السبب اللي انا مشيت منه عشانه من العياده. انت مش عارف السيستم هنا مع التامين، حلو. انت مطلوب تعمل ايه مع التامين؟ تدخل للعياده من التامين اكبر قدر من الفلوس، بانك تعمل اكتر حاجات ممكن تعملها للعيان باكواد توديها للتامين، التامين يديك فلوس، اوكي. حتى لو الحاجه اللي انت بتعملها للعيان دي انت عارف انها لو بروجنوزز انجلش دي انه نسبه نجاحها ضعيفه، فقاعدين بنتخانق في الولا حاجه. طب صباح الفل يعني، صباح الفل. وبعد كده طبعا انا خلال خلال الوقت ده انا بدور على فرصه بديله، ودي حاجه انا اتعلمتها، بلان بي. وتحت بلان بي لازم دايما انك دايما يبقى عندك بلان بي طول الوقت، باك اب في الشنطه في جيبك، اللي هو حصل حاجه بلان بي اهي على طول. ومش ومش بس بلان بي، انت معاك بلان بي في جيبك، وتحت بلان بي في بلان سي مثلا في جيبك التاني، اللي هو يعني انت متخيل انت ده بتتعلمه يعني من كتر اللي انت لا اراديا يعني، اوكي. ومن العلامات او الحاجات اللي انا يعني ما اعرفش، ممكن ربنا اراد حاجه زي دي تحصل معايا مثلا، لان البلان بي دي عياده قويه جدا بس في قريه، فانا هبقى قاعد حرفيا بغني ظلموه. انا هقعد اعد عدد شعر راسي، يعني اللي هو صمت، مفيش حاجه، مفيش اي، ومطلوب مني ان انا اعمل رخصه واجيب عربيه، ليه؟ من غير كده مش هتعرف تتحرك. بص هو حرفيا كفر الطرشوخ في المانيا، ما يتقالش عليه غير كده. بس الحاجه التانيه اللي انا عايز اقولها، انا في كلام كتير والله عايز اقوله بس ما عنديش وقت. الحاجه التانيه اللي انا عايز اقولها، سهل جدا ان والله تزعل وتكتئب وتنزل مصر وتقول لا خلاص انا مش راجع البلد دي، واصل الناس دي واحد اتنين تلاته اربعه، بس الكلام ده ملوش لازمه، مش هيفرق. انت مطلوب منك انك تيجي البلد دي تنجح وتعمل بيزنس قوي ليك الاول. ولو انت دماغك هتقول لك ايه، ما انت على ما تعمل ده هتكون انت مت اصلا، يعني على ما توصل لحاجه زي دي هتكون انت مت. فترجع تفكر نفسك انك بتعمل ده ليك ولعيالك والاهل بلدك ولبلدك، الناس اللي هتيجي من بعدك. لو ما فكرتش كده، الجواز او مراتك او عيالك دول حاجات موتيفيتورز ليك انها تخليك تسعى في الدنيا اكتر واكتر وتنجح. بس في بعض الاوقات انت بينك ما بين نفسك، وده مع رجاله كتير جدا، بيحس بشويه ستريس ان الدنيا صعبه.
الدنيا صعبة، وعادةً أنت بتمال إيه، بتميل إنه لأ معلش stop، أنا محتاج آخد break، أنا محتاج إن أنا أوقّف، ولكن النجاح اللي أنت هتنجحه إنك لمّا تقوم تكمّل تاني رغم الطحن اللي أنت اتطحنته، حرفيًا رغم الطحن، إنك تبقى وتد، تستحمل، اللي هو تتضرب تقوم تاني. في حتّة في فيلم Okay, yes, thank you. Who wants to give me a donut? Chris? Yes, sir. Feeling underrated and unappreciated. هتتعامل وِحِش، هتقوم تكمّل تاني، ظروفك صعبة، نصيبك. قناة المهاجر الراجل كان بيقول فيما معناه أنت نصيبك إنك جاي من بلد دول عالم تالت، مش مهم، مش مشكلة، أنتم شايفينّي كده، بس أنا مش هاسكت غير لمّا أبقى قوي وأثبت نفسي عندكم هاعمل حاجة ضخمة، هاعمل حاجة قوية، هيتداس على وشّي عادي مش مهم. عارف أنت اللي هو إيه، إحنا في جيش، إحنا في حرب وأنت داخل مش باقي على الدنيا، بأسِّس لك. أهم حاجة تحافظ عليها هو سلامك النفسي، أو مش سلامك النفسي، يعني إنك تفضل واثق في نفسك، تفضل محافظ على دعمك النفسي، إن حد بيدعمك نفسيًا. أنا شايف توماس إديسون عمره ما كان هينجح، عمره ما كان هيعمل اللمبة لو كانت مامته مش معاه، مامته إنها تقول له بس كلمة حلوة بسيطة سهلة. وإحنا كبار بنحتاج ده، إن أحيانًا بتيجي علينا أوقات كده أنت بتحس إنك مش في ألطف أحوالك. في كلام كتير تاني عايز أقوله، ولكن خلّيني بعد ما أرجع، أوكي؟ نتكلم بقى على الحاجتين اللي كانوا باقيين اللي إحنا كنا عايزين نتكلم عنهم. أول حاجة اللي أنا نسيتها بالضبط، التجارب. ما تخلّيش التجارب تأثّر عليك، يعني إيه؟ يعني مش معنى إنك مرّيت بتجربة، الكلام ده يمكن الناس بتفكّر فيه أو بتشوفه بس في العلاقات سواء males أو females، لمّا بيدخلوا في علاقات مثلًا أو يرتبطوا ما يحصلش نصيب أو يحصل مشاكل أو ما فيش تفاهم أو خلاص بقى يقعدوا متضايقين بقى ويكتئبوا. و90% من الناس في مصر هم عايشين على كده، إنه أي حد بيمُر بتجربة والتجربة دي بتفشل، يقعد بقى مكتئب ومتضايق ويتأثّر، ويفضل يفترض إن هو traumatized. وأنا غير مؤمن بفكرة التروما أو العلاج النفسي، يعني الموضوع بقى over أوي، over بشكل مش طبيعي. يعني الناس بقى سهل عليها بتستسهل إنها تقول إنه بدل ما يقول إنه ضعيف، بدل ما يقول إنه المشكلة عنده، لأ والله أصل الناس عندها مشاكل نفسية، أو أنا عندي مشاكل نفسية، أصل أنا traumatized. فالناس بقت بتشخّص نفسها، اكتئاب بقى، الحاجات دي كلّها. وده تاني بحُكم إن الناس فاضية، هي الناس فاضية، ما يتقالش غير كده. فعوّد نفسك التجارب اللي أنت بتمُر بيها، وهنا أنا باتكلّم عن مستقبلك وحياتك، شغلك، دراسة، خُش التجارب دي، ما ضبطتش معاك عادي، ابدأ من أول وجديد عادي. ما تقعدش بقى اللي هو لأ أنا هافضل متضايق وأفضل أهلِك، وأصل البلد دي ما لهاش يعني لو هنتكلم على ألمانيا، لو كل واحد، وده اللي بيحصل على فكرة، كل الناس اللي بتطلع تقول ألمانيا وحشة، هو دخل مَر بتجربة، لقى الدنيا مش ألطف حاجة، لأ خلاص أنا راجع مصر. حبيبي أنت لازم يبقى بالك أطول من كده، لازم تبقى بتسعى أكتر من كده. لو كل واحد عمل كده، لو أن الناس كلما استصعبوا أمرًا تركوه، ما قام للناس دنيا ولا دين. ما هو لو كل واحد جه مَر بتجربة والله صعبة ومش ألطف حاجة، فلأ خلاص بقى أرجع مصر، ألمانيا مش عارف إيه، مش هينفع، مش هينفع، مش هتكمّل. الشطارة اتداس على وشّك، قوم كمّل عادي، بس وتد، أسد كده واقف، في إيه؟ أسد يالا في إيه؟ صباح الفل. دي أول حاجة أنا كنت عايز أتكلّم عنها. ما تخلّيش التجارب، خُد من التجارب الحاجات الحلوة، بس الحاجات اللي أنت تأثّر عليك بشكل حلو. يعني مثلًا أنا مرّيت بتجربة مش حلوة، اتعلّمت منها 1، 2، 3، اتعلّمت إن أنا محتاج أشتغل على 1، 2، 3، أوكي. لكن جو إنك تقعد بقى تدخل في الcomfort zone بتاعتك بقى، أو تدوّر على الcomfort zone عشان تقعد تطبطب على نَفْسك، ده فكسان، أوكي. الحاجة التانية، استثمر في زوجتك لمّا تتجوّز إن شاء الله يا رب العالمين، لإن هي السَنَد اللي أنت هتحتاجه لمّا تمُر بتجربة مش ألطف حاجة. في حاجة أنا أخدت بالي منها، يعني إحنا كرجالة في الاحتواء، أو يعني لمّا تروح تحكي لمراتك عن حاجة مش حلوة حصلت معاك أو عن يعني ما بتبقاش عايز حد يطبّل لك، وبرضه ما بتبقاش عايز حد يسمعك، بتبقى عايز يعني زي أنت بتنبسط لمّا تتكلم مع واحد صاحبك، تقعد تplan.
بالظبط، تقعد تبلان انت هتعمل ايه. طب بص احنا هنعمل 1 2 3 هنظبط، بص اصل ده في مش عارف ايه فخلينا نعمل 1 2 3. اوكي. صاحبك يجي يقعد يتكلم معاك، اصل انت برضو غلطت في 1 2 3، كان المفروض تعمل 1 2 3. ده بيبقى حلو، ده حوار حلو. انما زوجتك انها تقعد تطبل لك، لا ده انت هم هيلاقوا زيك فين، ده مش حلو. فبلاش البنات تعمل كده. بس ده مسألني فعلا.